ليه بتخس أسرع في العشرة الأواخر من رمضان؟ السر العلمي لحرق الدهون أكتر في آخر 10 أيام من الآخر. ودخلنا في آخر 10 أيام من الشهر الكريم، وناس كتير بتزود في العبادة وقيام الليل وقراية القرآن. لكن خليني أنا بقى أسألك كام سؤال. هل عمرك لاحظت إن وزنك بيقل أكتر في آخر رمضان بمقارنة بالأول؟ هل حسيت إن جسمك فجأة بقى بيحرق دهون أحسن وأسرع في العشرة الأواخر؟ يعني ليه في ناس ممكن تنزل 2-3 كيلو في آخر 10 أيام بس من رمضان، بينما أول رمضان الوزن كان ثابت؟ هل الموضوع هنا مجرد قلة أكل، ولا في تغيرات حقيقية بتحصل جوه جسمك في الميتابوليزم؟ هل الصيام الطويل بيغير طريقة حرق الدهون؟ هل قلة الأكل والسهر وصلاة التراويح والقيام ممكن فعلا يخلوك تحرق دهون أكتر؟ والأهم من كل ده، هل ممكن تستغل العشرة الأواخر من رمضان كفرصة ذهبية عشان تنزل وزن بشكل صحي بدون حرمان وبدون دايت قاسي؟ النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن العلم الحقيقي اللي بيحصل في جسمك في آخر رمضان، وهنشرح ليه الجسم بيبدأ يحرق دهون أسرع، وإيه اللي بيحصل للهرمونات، وتأثير قلة الأكل والسهر على الميتابوليزم في الجسم، وإزاي ممكن تستغل آخر 10 أيام من رمضان تنزل من 2-3 كيلو بطريقة صحية طبعا. ليه ناس كتير بتخس أكتر في آخر 10 أيام من رمضان؟ السبب الرئيسي هو إن جسمك بيكون عمل حاجة اسمها تكيف ميتابوليزم مع الصيام. في أول أيام رمضان جسمك لسه متعود على أكل طول اليوم، وفجأة أنت بتدخله في نظام صيام طويل ممكن يوصل من 14 ل 16 ساعة. فأول أسبوع ده بيعمل للجسم نوع من الارتباك، الميتابوليزم مش عارف بالظبط يعتمد على السكر ولا الدهون للطاقة. لكن بعد حوالي أسبوعين بيحصل تحويل مهم جدا، الجسم يبدأ يعتمد بشكل أكبر على الدهون كمصدر طاقة رئيسي، وده بيحصل عن طريق عملية اسمها تحويل الميتابوليزم لحرق الدهون. الجسم يبدأ يستخدم السكر أقل وأقل، ويبدأ بدل كده يكسر في الدهون المخزونة. الدراسات اللي اتعملت على الصيام المتقطع وكمان صيام رمضان بينت ان بعد اسبوعين من الصيام الجسم بيزيد في نشاط انزيمات لحرق الدهون، كمان مستوى هرمون الانسولين يقل بشكل واضح. وانخفاض الانسولين ده معناته حاجة مهمة جدا، الجسم يفتح مخازن الدهون ويبدأ يستخدمها كطاقة. عشان كده ناس كتير جدا بتحس ان الشهية بتقل، الجسم اخف، والوزن ينزل اسرع اخر الشهر. طب ايه اللي بيحصل لهرمونات الجسم اخر رمضان؟ الصيام الطويل بيأثر على عدة هرمونات مهمة، اهمهم هرمون الانسولين، هرمون الجلوكاجون، هرمون النمو، وهرمون الكورتيزول. خلينا نفهم ده ببساطة. اول حاجة الانسولين، كل ما تاكل سكر ونشويات الانسولين بيزيد. وظيفة الانسولين انه يخزن الطاقة في الجسم، لكن لما تصوم ساعات طويلة الانسولين ينخفض جامد، وانخفاض الانسولين ده معناه فتح مخازن الدهون. تاني حاجة هرمون الجلوكاجون، ده هرمون بيشتغل عكس الانسولين، وظيفته يطلع الطاقة المخزونة في الجسم. الصيام بقى بيخلي الهرمون الجلوكاجون ده يزيد، وده يشجع الجسم على تكسير الدهون. تالت هرمون النمو، مع الصيام الطويل هرمون النمو ممكن يزيد 5 أضعاف، وده مهم جدا، بيحافظ على العضلات وبيساعد في حرق الدهون. ورابع هرمون الكورتيزول، الصيام ممكن يرفع هرمون الكورتيزول بسيط، وده يساعد الجسم يوفر طاقة أثناء الصيام. النتيجة النهائية لكل ده بقى جسمك يتحول لآلة حرق دهون. هل فعلا الجسم بيبدأ يحرق دهون أسرع بعد أسبوعين من الصيام؟ أيوة جدا، الدراسات اللي اتعملت على الصيام المتقطع أثبتت إن الجسم بعد فترة من الصيام يبدأ يدخل في حالة اسمها بالطبي فات أدابتيشن، يعني الجسم يتعود على حرق الدهون. في الحالة الطبيعية الجسم معتمد أكتر على السكر والنشويات للطاقة، لكن بعد صيام طويل الجسم يبدأ يعتمد على الأحماض الدهنية والكيتونات. الكيتونات طاقة بينتجها الكبد من الدهون، وده يحصل لما مخزون السكر يقل، والكيتونات دي بقى تعتبر وقود ممتاز للمخ. يعني الدراسات أثبتت إن المخ ممكن يستخدم الكيتونات بكفاءة عالية جدا. عشان كده ناس كتير بتحس على آخر رمضان بنشاط ذهني أعلى، تركيز أفضل، وكمان شهية أقل. هل قلة الأكل في آخر رمضان بتسرع نزول الوزن؟ في أغلب الحالات في أول رمضان معظم الناس بتعوض الصيام بأكل كتير في الفطار والعزومات والخروجات. الموضوع في الأول عامل زي حفلة كل يوم، مكافأة كده بعد الصيام. لكن على آخر الشهر بيحصل عدة تغيرات،
معظم الناس بيكون شبعت بقى من أكل رمضان، الشهية بتقل، المعدة نفسها بتصغر شوية، وطبعا لو السعرات قلت الجسم يدخل في حالة اسمها عجز سعرات، يعني الجسم يحرق طاقة أكتر مما أنت بتديله في الأكل. في الحالة دي الجسم يبدأ يسحب الطاقة دي من الدهون المخزونة. كل كيلو دهون في الجسم بيحتوي تقريبا على 7700 سعرات حرارية. لو قدرت تقلل أكلك حوالي 500 سعرات يوميا ممكن تخس حوالي نص كيلو في الأسبوع. لكن بقى أثناء رمضان الموضوع ممكن يكون أسرع جدا بسبب الصيام الطويل. طب هل السهر في رمضان بيساعد على نزول الوزن؟ السهر ليه تأثير معقد جدا. من ناحية السهر ممكن يغير في هرمونات الشهية، قلة النوم ممكن تزود هرمون الجريلين وتقلل هرمون الليبتين، وده ممكن يخلي الشهية تزيد. طب ليه؟ لأن الشخص بيكون صايم أغلب اليوم، وكمان النشاط بالليل بيزيد. صلاة التراويح والقيام تعتبر برضو نوع من النشاط البدني. ساعة واحدة من صلاة التراويح ممكن تحرق من 200 ل 300 سعرات حرارية. لو كمان الشخص بيصلي قيام الليل النشاط ده ممكن يساعد في حرق سعرات أكتر. لكن المهم السهر ده ما يكونش معاه أكل مستمر طول الليل. طب هل المشي بعد الفطار بيساعد أكتر في نزول الوزن آخر أيام رمضان؟ بشكل كبير جدا. أفضل وقت للمشي في رمضان غالبا بيكون بعد الفطار بساعة أو ساعتين. في الوقت ده الجسم يكون هضم جزء كبير من الأكل، والمشي لمدة 30 دقيقة ممكن يحرق من 150 ل 300 سعرات حرارية. ولو عملت ده يوميا لمدة 10 أيام ممكن تحرق 2000 سعرات إضافية، وده ممكن يساهم في ربع كيلو كمان من الوزن. ومع تقليل الأكل ممكن يكون أكتر كمان. إيه أفضل نظام أكل في آخر 10 أيام من رمضان لو عاوزين نخس بجد؟ أفضل نظام بسيط جدا. على الفطار ابدأ بمية وتمرتين، بعد كده شوربة خفيفة، قوم صلي، ارجع للوجبة الرئيسية تكون فيها بروتين عالي، خضار، وكمية نشويات معتدلة جدا. البروتين مهم لأنه بيزود الشبع، بيحافظ على العضلات، وكمان بيزيد معدل الحرق منه. الدراسات كلها بتقول إن البروتين ممكن يرفع معدل الحرق بنسبة 20 ل 30%، وده اسمه التأثير الحراري للأكل. وأكل البروتين الصافي زي الفراخ، السمك، البيض، الزبادي دول أفضل الأنواع. يعني هل فعلا ممكن ننزل من 2 ل 3 كيلو في آخر 10 أيام من رمضان؟ طبعا ممكن، بس خلي بالك لازم تعرف برضو إن الوزن اللي بينزل بيتكون من دهون ومية وجزء بسيط من الجلايكوجين. في أول أيام فقدان الوزن الجسم بيفقد كمية كبيرة من المية مرتبطة بالجلايكوجين. كل جرام من الجلايكوجين بيسحب معاه 3 جرام مية. لكن مع الاستمرارية الجسم يبدأ يحرق دهون. لو كلت أكل معتدل مع الصيام الطويل مع نشاط بدني وقللت السكر ممكن فعلا تنزل 2 ل 3 كيلو في آخر 10 أيام من رمضان. طب إيه الغلطات اللي بتمنع نزول الوزن في آخر رمضان؟ الأخطاء اللي بتبوظ الدنيا هي أكل الحلويات الكتير، كنافة والقطايف والبسبوسة، الحاجات دي بتحتوي على أكتر من 500 سعرات حرارية في القطعة الواحدة. تاني حاجة المشروبات السكرية والرمضانية، كوباية واحدة من عصير ممكن يكون فيها من 200 ل 250 سعرات حرارية. تالت حاجة بقى هي نقطة الأكل المستمر بين الفطار والسحور. بعض الناس بتقعد تاكل طول الليل، ده بيلغي خالص تأثير الصيام. رابع حاجة طبعا قلة الحركة. لو الشخص بيقوم بعد الفطار يقعد طول الليل الحرق هيقل. طب ايه بقى افضل خطة نشتغل عليها اخر 10 ايام في رمضان؟ خد الخطة البسيطة دي. افطر خفيف، قلل السكر، امشي يوميا، زود البروتين في الاكل، ونام كويس. واشرب مية طبعا، بس اقسمها بين الفطار والسحور مش كله مرة واحدة. لو التزمت بده لمدة 10 ايام جسمك هيخش في مرحلة قوية جدا لحرق الدهون. الخلاصة يا جماعة خليني اقول لك حاجة مهمة جدا. العشرة الاواخر من رمضان مش بس فرصة عظيمة للعبادة، لكن فرصة ذهبية لصحة جسمك. لو فهمت جسمك بيشتغل ازاي وقت الصيام تقدر تشتغل الفترة دي لتحسين صحتك، نزول الوزن، وتعمل فرق فعلا كبير. وافتكر دايما نزول الوزن مش لازم يكون بحرمان قاسي ولا دايت مجنون، احيانا مجرد نظام اكل والتزام وذكاء. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده ليه بتخس أسرع في العشرة الأواخر من رمضان. السر العلمي لحرق الدهون في آخر 10 أيام. من الآخر